سلام حبايبي، ان شاء الله تكونوا في احسن احوالكم وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. وجدتكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه قاع نبغوها كل الجزائريين، يبغوها معشوقة كل الجزائريين، والاهم من ذلك انه اقتصاديه سهله التحضير، اعلى وقفه توجدوها. نبداو حبايبي، بسم الله على بركه الله. في الغريبيه نخدمو بالكيله، عندنا كيله الا ربع سكر ناعم. انتوما اذا تبغوها حلوه ديروا كيله عمروها مليح. راح ندير كيله سكر ناعم، كيله الا ربع عفوا سكر ناعم، نغربلوها مليح. وراح نديروا ملعقه صغيره مملوءه فانيليا مع رشه تاع ملح. وبنفس الكيله راح نوزنوا الزيت. عندنا كيله تاع زيت، نديروا كيله تاع الزيت وراح نضيفوا عليها بنفس الكيله كيله تاع سمن ذايبه وبارده. كيلة سمن ذايبه وبارده حبايبي. كيما تقدروا ديروها بالمارغرين، ولكن هذه الوصفه التقليديه حبايبي. الوصفه التقليديه نخدموها بالسمن بالدهان، ماشي بالزبده. على كل، في هذه المرحله تبغوا تخلطوا بالباتور، تبغوا تخلطوا بيديكم. انا بديت بالفوي، بعد ذلك كملتها بالباتور. خلطوا جيدا حتى تحصلوا على خليط ابيض بهذا الشكل. خلطوا مليح حبايبي، لانه من بعد راح كون ما تخلطوهاش مليح الزيت يخرج لكم. وراح نبدا نضيف في الفارينه. راح نوزنوه بنفس الكيله. للامانه انايا جاتني بالتقريب 7 كيلات تاع فارينه، وكل وحده والفارينه نتاعها. راح نضيفوا الفارينه. اكيد ما ننساوش عندنا كيس خميره كيميائيه، خميره الحلويات. راح نبدا نضيف بالعقل ونلم الخليط نتاعي. سبق لي وحضرت معاكم الغريبيه، وكانت من الفيديوهات تاوعي الاوائل في القناه. وكاين الاغلبيه تاع البنات جربوا الوصفه ونجحت معاهم. السر تاع الغريبيه باش يجيك شباب ويجيك ناجح، الغريبيه ديريها بالسمن. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه في الغريبيه في طريقه الخلط. غادي مين تكوني تلمي، ماشي كيما الصابلي تخدمي باطراف الاصابع، لا، راح تعجني، راح تعركيها، انت ماشي تدلكيها، تعركي بيدك كشغل تعبزي غايه في العجين. لازم تخدميها غايه هذيك العجينه باش تعطيك هذيك الريزولطه الشابه. شفتوا من تجينا، من ناكلوها تجينا هكا مرمله. هذه اول سر في الترميل. دوك نعطيكم السر الثاني في التشقاق. كيفاش تشقق لك الناس اللي يبغوا الغريبيه تاعهم مشقه. شوفوا حبيبي كيفاش راني نلم في العجينه. العجينه غادي تزيري عليها مليح. انا راني نخدم بجهدي، راني نعرك فيها غايه، نعركها غايه حتى تتلم لي العجينه. راح تتحصلي على عجينه ما هي ناشفه بزاف، ما راهي طريه بزاف، شغل ماشي تتلصق. كيفاش تعرفي الغريبيه تاعك ما خاصهاش الفارينه؟ غادي كي تكوني ديري في الفارينه صايره كي شعلتي الفرن تاعك يسخن، كي تبداي ديري في الفارينه شعلي الفرن تاعك يسخن على 180 درجه، سخنيها مليح، لمي لاباط، تحصلي لاباط بهذا الشكل. واش ديري؟ راح تيستي عادي، تيستي باش تتاكدي بلي لاباط تاعك ما خاصهاش فارينه. راح تحكمي كره تكوريها وتدخليها للفرن. اذا ما هبطتش ما خاصهاش فارينه، اذا بدات تهبط لك عارفي بلي خاصها الفارينه. هذه للمبتدئين. انا حبيبتي كل ما نخدم الكاطو نبغي يجيني الحبات كاع كيف كيف، ونبغي نخرج في هذيك يعني مهم يكون عندهم شكل كاع واحد. فانا الكاطو تاعي كاع نوزنه. بالنسبه للغريبيه درت فيها 40 غرام. الحبه جاتني كبيره، نتوما تبغوها صغيره ديروا 30 ولا 25. انا درتها 40 غرام، جاتني في العبر جاتني كبيره. عندي في الميزان راح ندير 40 غرام. وراح نبدا نكور فيهم ووقفوهم بهذا الشكل وستفوهم في البلا. نروحوا للسر تاع التشقاق حبيبي. كيفاش تعرفي باللي اللي الناس اللي يبغوها مشقه، يعني اصلا الغريبيه تجي مشقه، الغريبيه التقليديه كيفاش تجيني مشقه. شوفوا من دخلوها الطيب
نتوما راح ديروها كاع تحت وتشعلوا عليها من الفوق. راح نديروها من تحت كاع وتشعلي عليها من الفوق. راح ماشي تتحمر، ما تقربيهاش للفوق، ديريها كاع تحت وشعلي عليها من الفوق. راح تشقق لك. كي تبدا تشقق شويه طفي من الفوق، طلعيها عادي وشعلي لها من تحت وخليها طيب. ما تجي تتحمر من تحت، تكون تشقت وفي نفس الوقت طابت لك. هذا هو السر تاع التشقاق وتاع طياب الغريبيه. شوفوا حبيباتي، هنايا راني شكلت كل الحبات. راح ندير لهم رشه خفيفه تاع القرفه من الفوق. كاين اللي يديروا لها القرفه من الداخل في لاباط، كاين، وكاين اللي يديروا لها غير من الفوق. يعني راني نهضر على تاع زمان. انا رشه القرفه وندخلها طيب، دوك تشوفوها كيفاش طابت لي. فوالا حبايبي، هذه هي الغريبيه تاعي. اللي تبغيها مشقه بزاف خلوها تطول في من الفوق. كل ما خليتيها طولت كل ما تشقت لك اكثر. هذه هي الغريبيه تاعي حبايبي. اللي يبغوها طيبه بزاف حمروها بزاف من تحت. انا ما نبغيهاش طيبه بزاف بزاف من تحت، يعني ما نحمرهاش بزاف، يعني غير تدي اللون الذهبي خلاص نطفي عليها. هذه هي الغريبيه تاعنا حبايبي. جات ما شاء الله، جات روعه ولا اروع. جربوها حبايبي، راح تنجح معكم ناجحه 100%. مغربيه تقليديه تاع زمان، جزائريه اكيد. اذا عجبتكم الوصفه، عجبكم لا فيديو حبايبي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وشاركوا الفيديو. الى فيديو اخر وصفه اخرى. سلام.